حسابات الجزائر ترتبك بسبب قلة الأدب. أعضاء من المنتخب الجزائري يسجلون شكوى قد تدفع الفاف للتدخل العاجل. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في قناتكم. اليوم سنغوص في فضيحة هزة المنتخب الجزائري داخل المملكة المغربية خلال كأس إفريقيا 2025. ما الذي دفع أعضاء المنتخب إلى تسجيل شكوى رسمية ضد صحافتهم؟ السبب قلة الأدب الصحافة الجزائرية وتطفلها على خصوصيات اللاعبين وعائلتهم. سنكشف التفاصيل الحصرية ونقدم الأرقام الرسمية للأداء البطولة ونتنبأ بمستقبلها. ابقوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. شهد شاهد من أهلها. هذه المرة الجزائريون أضروا بأنفسهم بأيديهم. في يوم الراحة الخميس والجمعة منح المدربون لاعبهم قسطا من الراحة بعد الدور الأول من البطولة. هذا أمر طبيعي، فالضغط هائل على جميع المنتخبات: المغربي، الجزائري، التونسي والكوت ديفواري والكاميروني وغيرها. اللاعبون يحتاجون إلى التنفس خاصة بعد انتصاراتهم، لكن ما حدث في المنتخب الجزائري يفوق التصور. الصحفيون الجزائريون بدلا من تغطية البطولة باحترافية تطفلوا على اللاعبين وعائلتهم، انتهوا من التنظيم والملاعب واتجهوا نحو اللاعبين. ملاحقات في المراكز التجارية والشوارع بالرباط، تصوير بدون إذن، نشر صور خصوصية. هذا ليست صحافة بل انتهاك للخصوصية. أبرز المتضررين هو اللاعب إسماعيل بن ناصر الذي صور مع زوجته دون علمه، مما أثار غضبا عارما داخل الفريق. اللاعبون رفضوا تماما دخول أي وسيلة إعلام جزائرية إلى مقر إقامتهم بالرباط. هذه الشكاوى قد تدفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف إلى تدخل عاجل. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحفيين أظهروا قلة مهنية، تصوير بجانب القمامة، تحريض الجماهير ضد الاتحاد الإفريقي الكاف، تجاهل اسم المضيفة المغربية حتى في الخليج. في السعودية والإمارات وقطر يسخرون من هذه الفضيحة. تخيلوا أن هذا الصحفيين كانوا يظنون أنهم سيسيئون إلى صورة المغرب، لكن السحر انقلب على الساحر. المغاربة عاملوهم بروح رياضية عالية، بينما أضروا بمنتخبهم الذي يعول عليه الشعب الجزائري. اللاعبون يلعبون والصحافة تدمر حياتهم الشخصية. الحياة الخاصة مقدسة، يمكن تصوير اللاعب في العمل لكن ليس زوجته أو أبنائه في يوم راحة. حتى أن الجزائريين أنفسهم انتقدوا تغطيتهم الإعلامية بشدة، يقولون منخجلين من مستوى الأشباه الصحفيين الذين أرسلوا. هؤلاء ليس محترفين بل أدوات لنظام يسيطر على الإعلام. نتيجة: المنتخب الجزائري الذي أفرح الشعب حتى هو أضروه. شكاوى رسمية، انتقادات دولية وصورة مشوهة. في المقابل جاءت تغطية إعلامية عربية محترفة من جميع البلدان ترفع لهم القبعة. كأس إفريقيا 2025 أرقام تاريخية تثبت تفوق التنظيم المغربي. دعونا ننتقل إلى الأرقام الرسمية التي تحرج المنتقدين. هذه النسخة التي تنظمها المملكة المغربية الشريفة تتجه لتكون الأفضل في تاريخ البطولة. ليست كلمات بل تقارير رسمية من ناحية التنظيم والحضور الجماهيري. أولا، هي النسخة الأولى على 9 ملاعب موزعة على 6 مدن مغربية، غالبيتها من الجيل الجديد، مثل ملعب الأمير مولاي عبد الله ومولاي حسن. مباريات المنتخب المغربي سجلت أعلى الحضور. ضد جزر القمر 60,000 متفرج، ضد زامبيا أكثر من 62,000 متفرجا، ضد مالي أكثر من 63,000 متفرج. الإجمالي لثلاث مباريات أكثر من 186 متفرجا. هذه الأرقام قياسية تفوق النسخ السابقة. مباريات أخرى لامعة: السنغال والكونغو 41,000 متفرج، مصر وجنوب إفريقيا أكثر من 40,000 متفرج، مصر وزيمبابوي أكثر من 30,000 متفرج، تونس ونيجيريا أكثر من 25,000 متفرج. ملعب أضرار بأكادير امتلأ عن آخره في مصر مع جنوب إفريقيا مخالفا التوقعات. هذا عرس كروي قاري حقيقي. سبحان الله، حاولوا الإساءة، تحريض، تصوير القمامة، كاذب عن قطع الكهرباء، لكن التنظيم المغربي راقي يشاد به دوليا. في إسبانيا يتحدثون جديا عن ترشيح المغرب لنهائي كأس العالم 2030، خاصة مع الملاعب التاريخية
قرب الدار البيضاء التي ستكون الأكبر في التنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال. محاولة تشويه لإسقاط طموح المغرب في كأس العالم، لكننا فاجأناهم بتنظيم يحاكي عالميا. حتى الطقس لم يعرقلنا، الملاعب صممت لتتحمل الزخات المطرية بخلاف قطر. شكرا على متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.